السلام عليكم هوانم وأفندية مصر المحروسة زمان. فيديو اليوم عن حميدو الفارس فتوة الإسكندرية، من أشهر فتوات بحري، واللي أخد اسمه فريد شوقي وعمل فيلم حميدو، وكان من بطولة فريد شوقي وهدى سلطان. سبب تسمية حميدو بالفارس إنه كان كل سنة بيعملوا مسابقة تجديف بين راس التين والسيالة، وكان اللي بيكسب بينهم يبقى اسمه زعيم بحري، وكان مهرجان مشهور بين أهالي بحري زمان. كان بيمثل راس التين واحد مجدع اسمه طلبة، واللي بيمثل السيالة واحد اسمه الدكش. المهم ان الدكش كان في وعكة صحية قبل المهرجان، فأهالي السيالة راحوا لحميدو علشان يلعب مكانه، وقد كان لعب وكسب. وقتها كان الخديوي عباس حلمي التاني بيتفرج على المهرجان، وكان أهالي راس التين بيهتفوا سيالة يا سيالة يلي ما فيكيش رجالة، وأهالي السيالة بيهتفوا وقة ملح وقة طين على دماغ راس التين، لحد ما الأجواء اشتعلت بينهم، ووقف حميدو بينهم وفض الالتحامات. أعجب الخديوي بشخصية حميدو، ورماله ريالات فضة على الأرض كإكرامية. التاني اعتبرها إهانة ليه وعدى عليها ومشى وما خدهاش. الخديوي غضب غضب شديد واستدعى حميدو للقصر بتاعه، وخلاه يهاجم خادم أفريقي عنده قوي البنيان وضخم الجسم. حميدو وافق وقال له على الله يا فندينا. أول ما حصل الاشتباك حميدو اداله روسية واحدة، اللي بسببها طب التاني ساكت، ومن هنا سماه الفارس، واكتسب لقب حميدو الفارس بفرمان من الخديوي. حميدو اسمه عبد الحميد عمر، وشهرته حميدو الفارس. ولد حميدو في الأنفوشي بالإسكندرية سنة 1890. اشتهر حميدو بين أهل المدينة بصرخته المرعبة وصوته القوي. كان يمشي في الشوارع ويقول أنا حميدو الفارس، وكان يهجم على أي قهوة في الطريق يدمرها. وطبعا ما كانش بيقدر يعمل كده غير لما يكون شارب خمرة، وفي الآخر كان يتعمل له محضر سكر وأربدة. الناس كانت بتخاف من حميد وتعمل له ألف حساب، ده غير الأتاوى اللي كان ياخدها منهم، حتى رجال البوليس كانوا بيخافوا منه. وفي أواخر أيامه فتح قهوة على المينا الشرقي، كان يقعد قدام القهوة على الكرسي وفي إيده الشيشة، وما كانش فيه أي زبون يقدر يتجرأ ويقعد على القهوة من كتر خوف الناس منه. كان هو زبون قهوته الوحيد. استغل حميد القهوة في إدارة أعماله المشبوهة وكسب من وراها فلوس كتير. الإسكندرية ما حستش بالأمن والأمان غير بعد ما مات حميدو سنة 1936، كان عنده 71 سنة.